احنا اتكتب علينا الخوف ما يدخلش قلبنا، واللي راحوا احنا مش اغلى منهم. اللي بينا مكمل اليوم الدين يا باشا. العمليه المره دي صعبه مش سهله. وتمكنت قوة من تصفيته بعد معركة طويلة نتج عنها استشهاد الملازم. ولازم اول هشام الشرقاوي يوم فرحه بقى يوم جنازته. جاي عشان اطمن عليك يا سليم، ولا اللي بينا ما يخليش قلبي يتخلع من مكانه لما اعرف اللي حصل لك. قرار النقله اتمضى امبارح من مساعد اول وزير الداخليه. ايوه بس انتوا كده بتقدروني. وقعت لك العاشور ما قدرش الجهاز كله. احنا ظباط يا سليم، لما بنتكلم في امر ما بنسالش ليه، بنسال امتى. العربيه دي عليها حصانه. اقف يا ابني على جنب. خدوا. ده باين انه مات يا باشا. يا باشا انا عملت زي ما سمير قال لي، ورجاله سليمان كلموني وقالوا لي ان سمير اتصاب. الحاجه اللي معاك عملت فيها ايه؟ في العربيه معايا. طب هات العربيه على الفيلا بسرعه ما تاخرش، وانا هتصرف، انا مالكش دعوه. يلا غور. تمام يا باشا. سعاده اللواء صباح الفل. انا اسف لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. ما انا عارف يا فندم، عشان كده اتجرأت وكلمت حضرتك. لا الحقيقه مش خير. حد من ولادك عمل معايا غلط كبير قوي. انا ما رضيتش ان انا اكبر الموضوع واعمل استجواب لسياده الوزير في المجلس، قلت اكلم حضرتك ونحاول نلمها بشكل ودي. انا احكي لحضرتك. السلام عليكم. ازيك يا اسطى محمود؟ السلام عليكم. صباح الفل يا دكتوره. ازيك يا اسطى فريد؟ ازاي ابنك مين عامل ايه؟ خد الدواء والحمد لله بقى كويس؟ والله من ساعه ما خد اللبوس اللي انت كتبته له ده وبقى زي الفل. تسلم ايدك والله، حاجه تمام يعني. لبوس ايه يا راجل؟ ده استحلاب بيتاخد في البق يا ناس، استحلاب في البق يا دي الناس. مرحب برجوعك لينا، نورت الحاره يا هيما. ايوه عبد الله على السلامه ابو خليل. الحمد لله على السلامه. ايه يا عبد مطلب؟ هو انا كنت جاي من ليبيا؟ دخلتك علينا الحاره بالدنيا وما فيها. بقول لك ايه، المعلم عاوزك جوه. طيب يا سيدي ابقى اعدي عليه بالليل يعني. لا ده حوار مهم وما يتاخرش. ما يتاخرش ليه؟ جاي له الطلق ومستني الحقنه. اخلص يا ابراهيم، المعلم مستنيك. ايه يا باشا الكلام اللي بتقوله ده؟ يعني اللي سمعته يا سليم، والوزاره عندها خبر بالموضوع ده، وعرفنا ان انت مطلوب في التفتيش ولازم تنزل مصر النهارده. تفتيش ايه ومصر ايه؟ كل ده عشان حته عيل زي ده؟ سيبك بقى يا سليم من فتحه صدرك دي، لان الموضوع شكله كبير، ونصيحه من اخوك حاول تكلم حد. اكلم حد؟ هو لو لاقي حد كان زماني قاعد هنا. خلاص حاول ترتب كلامك انت كده كويس وتلم الموضوع في التحقيق. هو الواد ده تعمله فيه ايه؟ مالكش دعوه بالواد. يعني ماليش دعوه؟ مش أنا اللي جايبه؟ بس انت مالكش دعوه من دلوقتي بالتحقيق ده، ويلا بقى اتكل على الله وربنا يسترها علينا وعليك. ماشي. اشرب الشاي يا ابراهيم، ولا تحب اقول لك يا دكتوره زي الناس ما بتقول لك؟ والله اللي تشوفها يا معلم. البهايم من كتر ما بيقولوا لك يا دكتور قربوا يصدقوا انك دكتور بحق وحقيقي. ناس غلابه يا معلم. وهالست ولا الغنى؟ هتدفع الفلوس اللي عليك امتى يا ابو خليل؟ ان شاء الله هدفع يا معلم، بس انت بس اصبر عليا اسبوعين ثلاثه وانا هسدد. واديتك بدل الفرصه 10. اعمل ايه بس يا معلم؟ انت عارف ان انا عندي عروسه بجهزها، والحاجه ام 3 جنيه بقت ب 80 جنيه، وانا مش عارف اعمل ايه والله يا معلم. الدنيا بتدربكه فوق دماغي من كل ناحيه. بس يعني طول ما انت عمال تشتري فاكهه لبناتك هتسد اللي عليك ازاي؟ يا معلم انت باصص ل 2 كيلو الفاكهه اللي بجيبهم للعيال دول، ولايه وغلابه وما لهمش حد في الدنيا غيري، ومش عايزهم يطلعوا محرومين. ربنا يخليهم لك يا ابو خليل، انا بس بنورك. هو حساب ابراهيم كام يا زلطه؟ 53,400، وبده يبقى 4 شاي. ايه ده يا معلم؟ 53,000 ليه؟ ده هم كلهم 33,000 جنيه. وعلى ما تيجي تسد هيوصلوا 55,000 جنيه وشويه. حرام عليك يا معلم، كل دي فوايد. انت بتخوني يا ابراهيم؟ كله بالدفتر، واسال زلطه، حد الله بيني وبين الحرام. حرام ايه بس يا معلم؟ بس ده كتير قوي. ما هو التاخير عليه فوايد. انا لو بنك كان زماني دلوقتي حجزت عليك انت والبنات. انا عشان بنك حنين عندي حل. خير يا معلم قول. اديني بفلوسي بضاعه ونبقى خالصين. بضاعه؟
بضاعة ايه يا معلم؟ هو انا عندي بضاعة بتاجر فيها ولا حيلتي حاجة؟ حيلتك. انت مش ماسك عقدة المخدرات في المستشفى اللي انت شغال فيها؟ اديني بفلوسي بضاعة، شوية حقن مورفين على شوية ترامادول، تشكيلة. استغفر الله العظيم من كل ذنب، اعوذ بالله من غضب الله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا معلم؟ ده صح يا ابو خليل. وبعد ما تخلص الفلوس اللي عليك هشتري منك نقدي كاش، وهتبقى سبوبة ولقمة عيش ليك وللبنات. لقمة عيش بس ايه يا معلم؟ اكل بناتي حرام. حرام عليك يا معلم، دي بضاعة أمانة عندي عشان ياخدوها المرضى والعيانين، مش علشان اديها لك تباع للمدمنين. لا يا معلم لا. وبعدين يعني الحكاية مش سهلة كده يعني زي ما انت فاكر. ده فيها تحقيق ولازم اسلم الفارغ وفيها حكاية كبيرة يعني. بص يا ابو خليل، كل ده ماليش فيه، ده شغلك وانت تعرفه بمعرفتك. خلصه بمعرفتك هتلاقي 100 حل. يومين تفكر وترد عليا وتقول لي بقى هتجيب الفلوس امتى، يا اما بقى تقول لي هتسلمني الحقن ازاي. استغفر الله العظيم يا رب. الله يخرب بيوتكم. حبك انت حششه وانتوا داخلين على اللجنه يا بهايم. والله العظيم يا باشا عمرنا ما شفنا كمين في الحته دي. حصل خير. شوف حد من السواقين ياخد استاذ عاطف المحامي، يروحوا الصف يسالوا على سمير ويجيبوه، ولو محتاج دكتور يودوه لدكتور شوقي. هم هيسيبوها يا باشا؟ ومن امتى حد من الحكومه بيهوب ناحيه حد من رجالتي يا بجم؟ اعمل اللي بقولك عليه، وباخد بقيه اليوم اجازه. واضح ان انت اعصابك باظت. والله يا باشا ما عارف اتلم على جدتي من الصبح. يلا غور وبعدي عليا بكره. يا مزة ما تيجي شويه. صدقني يا ياسر، انا فكرت انت فعلا انسان كويس قوي ومفيش زيك واي واحده تتمناك، بس انا باب الجواز ده قفلته من زمان ومش ناوي افتحه تاني. وانا مستعد ادور على كل المفاتيح اللي في الدنيا، بس المهم لما افتح الباب الاقيكي. وبعدين يا فريده، يعني انت مش شايفه ان الكلام اللي انت بتقوليه ده لسه بدري عليه؟ خصوصا لما تكون واحده في جمالك وفي شياكتك وفي سنك. سني ايه بس؟ وبعدين انا خلاص بقيت بتعامل ان شغلي هو اهلي وبيتي وعيالي وجوزي، ومتهيألي عشان كده انت بقى كمديري مبسوط مني، ولا انت عايز نزعلك؟ فريده انا بحبك. عشان خاطري ياسر ما تصعبهاش عليا اكتر من كده. انا فعلا بعزك بس كأخ وصديق، وبعدين انت مثلي الاعلى في الشغل، ده انت اللي معلمني كل حاجه لحد ما بقيت انا وانت ماسكين قسم الشبكات كلها. يعني افهم من كده ايه؟ مفيش فايده؟ هو انا اللي مفيش مني فايده، بس ان شاء الله ربنا هيبعت لك اللي احسن مني، اللي تستاهلك وتستاهل حبك ليها. عموما انا هسيبك براحتك يا فريده، بس يا ريت تحاولي تفكري تاني بعد اذنك. ايه يا سلمى، ازيك يا حبيبتي؟ عاملين ايه؟ وطنط كويسه؟ كنت عايزه بس اعدي عليها النهارده عشان اديها فلوس كفاله اليتيم بتاعت كل شهر. هتتصرف ازاي؟ تعتليش هم، ان شاء الله ربنا هيصرفها من عنده. يا ما قلت لك بطل بعتره يمين وشمال. بعترة؟ انا ببعتر يا سميحه؟ هو انا بصرف على حد غيرك انت والبنات؟ نصرف بالعقل، مش كل ما بنت تطلب حاجه تجيبها لها وخلاص يا ابراهيم. ما قلت لك يا سميحه ربنا هيسهلها ان شاء الله. هيسهلها ازاي؟ هتبيع بنت من البنات ولا هتطوع حسن الضبع وتخش السجن؟ ما تقومي تعملي لنا لقمه نفطر بدل ما انت قاعده تأنبي فيا كده. انا على لحم بطني من امبارح. يا حبيبي يا اخويا، حالا حالا والفطار هيبقى جاهز. اتفضلي يا طنط. حبيبتي عقبال كل شهر، بس ده لسه بدري قوي على اول الشهر. انت عارفه بقى زحمه الشغل اول الشهر، فخفت اسقط الحوار. اسقط الحوار؟ يعني ايه بقى الكلام ده؟ قصدها تنسى يعني يا ماما. ما انا عارفه يا لمضه، انا بس صعبان عليا لغتنا الجميله اللي قعدت ادرس فيها طول عمري تتبهدل بالشكل ده. سليم اخباره ايه؟
يعني قصدي عامل ايه يعني في شغله الجديد؟ الحمد لله حبيبتي، ربنا يجيبه بالسلام. يلا على المطبخ، حضري لنا الغدا واعملي حساب فريده معايا. لا تعمل حساب فريده ايه؟ ده انا ماما مستنياني على الغدا من بدري ولازم اجري. عن اذنكم، باي باي. باي باي يا حبيبتي. الحمد لله على السلامه يا سليم. كنت حاسه ان انا هشوفك. انت كويس؟ كويس قوي. طب خلي بالك على نفسك. انت كمان. الحمد لله على السلامه يا ضنايا. موتش ليه انك جاي؟ ما كنتش اعرف. مالك يا سليم؟ ابراهيم، يا ابراهيم قوم يا ابراهيم قوم. خير يا سميحه، في ايه؟ الساعه جت 9. لا يا دوبك العشاء لسه مقدنا. حرام عليك يا سميحه، بتصحيني ليه طيب؟ انا مش قايل لك تصحيني الساعه 9 عشان عندي ورديه لحد الصبح. ام رحمه بره عايزاك. عايزه مني ايه ام رحمه؟ جايه تخطبني منك؟ تخطبك ايه بس يا ابراهيم؟ بنتها الصغيره عيانه وعايزاك تبص عليها. قوم يا اخويا قوم، دي وليه غلبانه ومتعشمه فيك. طيب اعملي لي قهوه على مغسل ايديا وطهاره واجيلك. ماشي ما تتاخرش. انا مش فاهمه ايه الافتراء ده. يعني انت تخاطر بحياتك عشان تمنع الاشكال دي فيسيبوهم هم ويحققوا معاك انت؟ معلش يا بنتي، ان شاء الله التحقيق يطلع سوري كده وخلاص. ما تهيأليش. اللي فهمته من المأمور ان صاحب العربيه ايده طايله وهيجي الدنيا عليها خلاص. قوم يا ضنايا، قوم نام وارتاح شويه، انت جاي تعبان من السفر، عشان بكره لما تروح التحقيق تبقى فايق كده ومركز. يا ستي خلاص مش فارقه، اللي يحصل يحصل. بقول لك ايه يا سيدي، بص انت تاخد ماما معاك وانت رايح التحقيق وتعمل لهم حبه من بتوع ابني يا سعاده الظابط ما عملش حاجه، وصدقني محدش هيكلمك خالص. ايوه كده اضحك يا سليم وفكها، ان شاء الله خير. ان شاء الله، سيبيه على الله. ونعم بالله. بقول لك ايه، يلا نروح ننضف الاوضه. انا مش الفلبينيه اللي حاجه جايباها، يلا بقول لك. امشي يا بنت من هنا. ما تخافيش يا رحمه حبيبتي، انت زي الفل وهتخفي وتبقي حلوه قوي. بس ماما بس هي اللي بتعمل من الحبه قب. يعني ما اديهاش مضاد حيوي يا اخويا؟ يا ست اسمعي الكلام اللي بقول لك عليه، اديها الدواء اللي عندك وهي هتبقى زي الفل ان شاء الله. يعني ما اديهاش دكتور يطمني على البيت؟ دكتور ايه بقى وانت شايفاني سمكري سيارات؟ وماله السمكري يا اخويا؟ ما ابو رحمه سمكري. خلاص يا ست يبقى وديها لابو رحمه بقى، ولو اتجرحت ولا اتعورت ولا اي حاجه يبقى يرد لها الجرح على البارد، وبلاش ادويه بقى ولا دكاتره. مش القصد يا اخويا، بس انت يعني اسم الله على مقامك ممرض. يا ست ام رحمه انا تمرجي بس ما بقولش اي كلام وما بقولش اي حاجه لما اكون متاكد منها. فلوسك كتير بقى انت وابو رحمه وعايزه تغرمي، روحي وديها للدكتور، بس هيقول لك نفس الكلام اللي انا قلته لك ده بالظبط. خلاص يا ام رحمه اسمعي الكلام بقى. حاضر يا اختي حاضر. وليك عليا يا ستي، لو ما ارتحتش على الدواء ده وخفت باذن الله انا هوديها لك اكبر مستشفى في مصر على حسابي. ربنا يخليك لينا يا اخويا وما يحرمناش منك ابدا. الله يخليك يا ام رحمه، ما تقعدي تخرطي لك شويه كوسه مع سماح. لا يا اخويا عندي محشي. طيب السلام عليكم. يلا يا بنتي يا رحمه. يلا يا حبيبتي يلا بينا. حلوه رحومه يا عسل. مع السلامه. سلام يا حبيبتي. مين سماح؟ ها؟ مين سماح؟ تعرف واحده اسمها سماح غيري؟ والله الواحد دماغه مقلوب، انا صاحي من النوم مش دريان بحاجه يا سميحه. ارجع. وانت بتحشي الخيار يا سميحه ولا ايه؟ من سلطه. شفت بقى؟ الناس الواحد يخدمهم هم يهزقوه. معلش حقك عليا، اهو كله بثواب. انت فاكر ان انا زعلان يعني ان انا مش دكتور؟ لا ولا زعلان ولا حاجه، الحمد لله. انا عارفه انك كنت جايب مجموع كبير في الثانويه العامه، وان لولا ابوك الله يرحمه
كان زمانك دلوقتي دكتور قد الدنيا. يا ستي والله ما زعلان ان انا مش دكتور. ده انت لو جيت المستشفى عندنا وشفت الدكاتره ومرتباتهم عامله ازاي وحالهم عامل ازاي هيصعبوا عليكي. هتقولي التمرج ده رحمه، هيبقى انا يعني ناقص كده تطلعي 20 جنيه من جيبك وتديها للدكتور منه. ايوه اضحكي كده يا شيخه. والله يا سامحه ما بيهون عليا هموم الدنيا دي الا ضحكتك. تسلم لي يا حبيبي. صحيح انت هتعمل ايه مع حسن الطبع؟ طبعا يا فندم معاليك عارف كميه الضغوط اللي بتعرض لها، ومع ذلك انا مش ممكن اغير موقفي ابدا. الفاسد لازم افضل وراه لحد ما اكشف فساده وادفعه الثمن. تحت امر معاليك يا فندم، ناجل الاستجواب لحد ما حضرتك ترجع لي. بس طبعا سيادتك لو لقينا حل ودي جميع الاطراف هتبقى مبسوطه. وبعدين يا سليم؟ يا عماد بيه العربيه كلها كانت معباها حشيش. وهي فين العربيه دي؟ سعادتك عارف. عارف انها هربت، معنى كده ان مفيش قضيه. وبعدين يا اخي انت راح تفتش عربيه عليها حصانه من غير ما تامن نفسك؟ ده كلام يا حضره الضابط. يا باشا الطريق اللي كانوا جايين منه طريق بيت سليمان عرام، يعني اكيد جايين بمخدرات، وتميم اكيد بيتاجر في المخدرات وبيتحمى في موضوع المجلس ده. حتى لو انت ما عملتش شغلك مظبوط وهم موقفهم القانوني سليم. وبعدين يا اخي انت ساب الدنيا كلها وراح تضرب الحارس بتاع عضو البرلمان. الضرب ده بيسمع في كل حته يا حضره الضابط. انت مش عارف اللي بيجري حوالينا، الناس كلها حطانا في دماغهم. يا باشا انا افتكرته هيطلع سلاح. افتكرته؟ الله، افتكرته واحتمال وجايز انه انت ضابط مباحث، تقديراتك لازم تبقى سليمه 100%. احنا مش بنقرا الكف. عموما انا حاولت الم الموضوع باقل الخسائر. شغلك القديم والملف بتاعك بيشفع لك. انا هكتفي بس بلفت النظر وتاخير الترقيه ونقلك من مكانك. يا باشا ما ينفعش كده. بكره الصبح تقدم اخلاء طرف، وبعد بكره تستلم في اسم العمرانيه. واحمد ربنا ان ما نقلتكش الصعيد. سياده الوزير مش عايز حركه كتير. ضابط المباحث اللي هناك من حسن حظك عمل حادثه ومش هيرجع قبل 4 شهور. اتفضل يا استاذ، ومش عايز مشاغبه تاني. اوامر سعادتك. اتفضل. الظابط اللي خرشمك خد جزم اتنقل عشان تعرف ان انا رجالتي محدش يقدر يقرب منهم. جزا ده كان هيموتني يا باشا، يعني المفروض يتخرشم زي ما عمل معايا. انه يتنقل اهم عندي من انه يتخرشم يا حمار. لو كان قاعد مكانه كان قاعد يرزل علينا في الرايحه والجايه، وانت عارف ان ده طريقنا كل يوم. مظبوط كلام سعادتك يا باشا. على العموم هو اتنقل اسم العمرانيه. يا ريت ما نهوبش ناحيه الاسم ده عشان بس ما نتضربش تاني يعني. بس انا اتخذت على اخوانا يا باشا. اخوانا دي لما تاخد بوكس ولا 2 مش يغمى عليك وتتخرشم وتروح في غيبوبه. جاتك نيله جايبك تحميني ولا عايز اللي يحميك؟ الحمد لله يا باشا، واسم العمرانيه مش بعيد، بس انا مش هسيب حقي حتى لو بعد 10 سنين. ولا مصيبه وراحت لحالها. ما تقربش من الراجل ده تاني. خلصت؟ خلصت؟ خلصت يا باشا. اما انك بني ادم غريب صحيح. حد يزعل انه مش هيتشحطط وهيجي يقعد معانا هنا؟ شكله كده كان مبسوط وهو بعيد عننا يا ماما. لا بس كنت انت كمان مش فاهمه حاجه. انت عارفه كويس ايه اللي مضايقني. النقل ده لو كان جه في ميعاده مظبوط كنت مبسوط. بس ده جالي بجزء. بيعاقبوني عشان بشوف شغلي. بس شفته غلط. شفته غلط ازاي يعني؟ عشان مسكت لهم شويه عيال صياعه. حصل ايه بقى لما اتسرعت ومسكت شويه الصيع؟ العيال الصيع دول طلعوا وانت اللي اتاذيت. صح. عندك حق.
ما كانش وقته خالص يا ماما الكلام ده. امال وقته امتى بقى؟ لما يخش السجن ولا يتأذي؟ بعد الشر يا ماما ما تقوليش كده. ده ابني الوحيد، انا ما حلتيش غيره في الدنيا. وبعدين بقى الحق ما يزعلش، ما انا طول عمري بشتغل، عمري ما غلطت مره واحده. ايوه ماما معلش، لما تكوني ناظره في مدرسه غير لما تكوني ضابط بوليس خالص. خدي دخلي له الطبق ده، بس اوعي تقولي له ان انا اللي عملته. يعني مش بعرف. حاضر حاضر هوديه له. اسف يا معلم، ما انا قلت لك اصبر عليا يومين لحد ما ادبر نفسي. ما انا مش فاضي، عندي فرح في طنطا. بعدين الموضوع مش محتاج تاخير. مش محتاج تاخير ازاي؟ دي جنايه. وصولات الامانه اللي عليك ما هي جنايه برضه يا ابو خليل. كده برضه يا معلم؟ هي دي اخره العشره والجيره؟ عايز تحبسني بوصلات الامانه اللي عندك؟ احبسك ازاي؟ تف من بقك، الله عيب. ده احنا جيران واخوات. وبعدين مش المعلم حسن الضبع اللي ياخد حقه عن طريق الحكومه. يا معلم انت مستسهل الموضوع خالص. دي عهده يا معلم، عهده بستلمها بتتسجل في دفاتر، واللي بيفيد منها واستخدمه برضه بيتسجل في دفاتر، مش سبهلله يعني. ما هو عشان مش سبهلله بندفع فيه الشيء وشويات. طب والفوارخ؟ هرجعها لك اول ما اخد اللي جواها. ماشي يا عم؟ ما ينفعش يا معلم، ما ينفعش. ارجوك تفهم بس الحكايه. الفوارغ دي يا معلم اللي انا بديه لاي مريض بيتسجل اسمه وبتتسلم الفوارغ برضه. طب خلاص اسحبهم لي انت في سرنجات وخلي الفوارغ عندك. اظن كده بقى مالكش حجه بقى. بتلمي هدومك ورايح على فين يا سليم؟ انا كده هبدا اصدق بقى انك عايز تمشي وتسيب البيت. امشي روح فين يا بت انت هبله؟ راح اخلي طرفي، لازم امشي دلوقتي عشان الحق ارجع بكره. طب هو انا ممكن اخد من وقتك دقيقتين؟ دقيقتين، ساعتين، يومين، اهري براحتك يا بنت. انت مفيش زيك في الدنيا دي كلها. يا حبيبي انت اللي مفيش زيك خالص. عايزاك تتاكد ان انا وماما عارفين كده كويس قوي. احنا بس خايفين عليك. تخافوا على ايه؟ خلاص بقى، اللي تخاف منه حصل خلاص، مفيش حاجه ممكن تحصل تاني. يا حبيبي النقل ده فرصه كويسه قوي عشان تقعد معايا هنا. انا خلاص هتجوز ومش هتشوف في وشي تاني خالص. لا يا اختي ما تلككيش بيا، اتجوزي انت ومالكيش دعوه. مع اني بصراحه بقى خطيبك ده معلش يعني هو كلح حبتين. هو من ناحيه كلح فهو كلح، بس اللي لقيته يعني. صدقني انا قعدت ادور كتير قوي عشان خاطر الاقي واحد حلو كده وقمر وبشنبي خراب. يا بنتي اتعلمت الباكج ده فين؟ والله ما بكش. يا سليم لو سمحت ما تزعلش من ماما. انت عارف ان هي من زمان بتحب النظام وميري اكتر من الميري نفسه. معلش عايزه يومي برضه. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يا حبيبي. يا قصير انت. لا 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 الله. محمد رسول الله. سليم بيه، سليم بيه، والله هتقطع مين يا سليم بيه؟ أنا شهدت في التحقيق اللي حصل، بس هذا الله ودي حكمته. بقول لك يا عويس عايز منك خدمه. أمر يا باشا. فاكر العيالين اللي احنا شفتهم في الكمين؟ أيوه يا فندم. لو شفتهم هنا تاني اعرف لك كانوا فين وبيعملوا ايه وبلغني. حاضر يا باشا، عينيا. امسك. الشنطه دي فيها بلوفرين على كام كوفيه، الجو برد. لو سقعت ولا حد من عساكر الساعات خليهم يلبسوا. تشكر يا ابن الأصول يا غالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي جاب الدواء ده عندك في الاوضه؟ ايه ده؟ انت بتفتشي في اوضتي ولا ايه؟ لا انا ما كنتش بفتش في اوضتك، انا كنت بوضب الاوضه ولقيته في الدرج. ماما انا قريت نشره الدواء ده، انا عرفت ان هو دواء للقلب. انت عيانه؟ لا يا بابا مش عيانه ولا حاجه، انا تعبت شويه رحت للدكتور كتب لي الدواء ده وباخده. وانت ازاي تخبي علينا حاجه زي دي؟ والله لما يجي سليم هقول له بقى هو يتصرف معاكي. جرى يا بت، انت بتهدديني باخوكي ولا ايه؟ اخوكي ده ظابط على نفسه. انا ما بهزرش على فكره. بس انا بقى بهزر. اوعي يا حبيبتي تجيبي له سيره لما يجي عشان خاطري. لا يا ماما انا لازم اقول له. ايه يا بنتي يا حبيبتي، ما يبقاش مخك ناشف. احنا ما صدقنا ربنا هداه وارتاح في شغله. بس ما ينفعش اخبي عليه حاجه زي دي. هيعمل لي ايه يعني؟ هو انا عيله صغيره عشان يعاقبني؟ عشان خاطري، عشان خاطر ماما، اوعي تجيبي سيره للواد ده لما يجي، هزعل منك بجد. خلاص حاضر اتفقنا.
بس توعديني انك ما تخبيش عليا اي حاجه تخص صحتك، الا والله هقول لسليم على كل حاجه. يا جدع ما تبقاش مجنون. انت مين باشا قال لك تنسى الموضوع ده نهائي؟ يقول زي ما هو عاوز، لا هو اللي اتضرب ولا هو اللي ليه حق. ما هو جاب لك حقك يا سمير. لا وانت الصادق جاب حقه هو، يحمي بضاعته وراحه جايه على الطريق، انما حق انا هعرف اجيبه. يا ابني اعقل، ده ظابط. والله لو كان وزير الداخليه ليا حق وهجيبه من حباب عينيه. صباح الخير يا سليم باشا. صباح الخير يا باشا. سلم. ايوه يا ابو سمر، الزبون نزل من بيته هناك. انا كنت عارفه ان مقابلتك للي اسمه سليم ده مش هتعدي على خير. هو انت مش هتبطلي الهبل اللي انت فيه ده؟ ده مش هبل يا ماما. وبعدين انا قلت لك ان انا قابلته بالصدفه، ما لحقتش حتى اقف معاه، فيا ريت ما تكبريش الموضوع بقى. تعالي هنا كلميني، ما تسيبينيش كده وتمشي. الموضوع كبير لوحده يا حبيبتي. تقدري تقولي لي عملتي ايه مع ياسر؟ ما عملتش حاجه، رفضت بالذوق. رفضتي بالذوق؟ يا بنتي ده مديرك في الشغل ومستقبله كويس قوي، وبعدين شريكي وهيسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. وانا مش هروح اتجوز ياسر لمجرد ان هو عايز يتجوزني ووافق ان انا اشتغل. والله العظيم انت مجنونه يا بنتي. يا بنتي العمر بيجري وانت ما بقيتيش صغيره. كل شيء نصيب يا ماما. انا هتاخر على شغلي. عيني عليك يا بنتي، ربنا يهديكي. انت ليه بس واخد موضوع النقل ده على انه جاز يا سليم بيه؟ مش جايز القيادات بتوعك شافوك انك وحش فقالوا ينقلوك في حته تليق بيك. ربنا يخليك يا طارق بيه. انت اكيد عارف سمعه دايره الاسم عندنا، الحته كلها لبش ومليانه مشاكل. عارف. بس هتلاقي دلوقتي العيال المسجلين كلهم دلوقتي جابوا قرارك وعرفوا انك جيت. مش للدرجه دي يعني وما لحقوا. بص اي ظابط بيجي جديد هنا بيفضلوا وراه ويجيبوا قراره، وانت ما شاء الله سمعتك سابقاك، زمانهم عاملين لك 1000 حساب من قبل ما يشوفوك حتى. سعادتك ما انت عارف بقى الصيت ولا الغنى. لا اسمع مني بس، هما مش هيعدوا المساله كده، هيحاولوا ينكشوك ويجربوك ويشوفوا ميتك ايه. بس هي ديتها بس لما تعمل نمره تعلم عليهم، بعد كده كل حاجه تمشي تمام. ربنا يسهلها. وعلى فكره هنا لا في بهوات ولا بشوات نخاف منهم، يعني اللي اتعامل معاك في الصف عمره ما هيحصل هنا. ربنا يسترها. تعالى يا زناتي. صباح الفل يا باشا مصر. صباح الخير. زناتي بقى اقدم امين شرطه عندنا هنا في القسم. تقدر تقول عليه اقدم واحد في القسم كله، يمكن يكون اقدم من الباشا المأمور نفسه. واد جدع ورجوله، بنعتمد عليه كتير في شغلنا. ربنا يعز سعادتك يا طارق باشا. سليم بيه معاون المباحث الجديد، عايزك تفضل معاه النهارده تمامك اوامره بالحرف. ها؟ نورت اسم العمرانيه يا باشا. تعيش يا زناتي. على فكره زناتي كمان من سكان المنطقه، يعني تلاقيه عارف كل الناس وكل الناس عارفاه، فبيسهل لنا شغلنا كويس. بس اكيد الموضوع ده عامل لك مشاكل يا زناتي مش كده؟ اعوذ بالله يا باشا، مشاكل ليه بس؟ يعني تلاقي كلهم حبايبك بقى وقرايبك، اللي عايز خدمه من هنا ومن هنا، وانت طبعا بتحب تراضي كل الناس. لا مؤاخذه يا باشا، ما فيهاش مرضيه. انا اللي يمشي عدل اشيله على راسي، انما اللي يغلط لا عندي لا حقوق ولا جيره ولا اي حاجه. طب يلا زناتي، مع سليم بيه وري له مكتبه الجديد، والنهارده انت تمامك معاه، انت النهارده راحه من الشغل. اوامره تتنفذ. اوامر يا باشا. يلا اتفضل يا سليم باشا. على اذنك يا باشا. اتفضل يا باشا. ربنا يستر. نورت الاسم يا باشا مصر، وسيد سعادتك واصل من قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا زناتي. اتفضل يا باشا. اتفضل سعادتك يا باشا. نورت يا باشا. انا مش عايز سعادتك تشيل هم اي حاجه طول ما انا موجود يا باشا. يعني هتعرف دبه النمله في الدايره من قبل ما تحصل، كأن سعادتك موجود في الشارع ليل نهار. لو انا مش جاي على المكتب عاطله يا زناتي، انا بحب اشوف شغلي بنفسي، وانت هنا عشان تساعدني زي ما انت قلت. العفو يا باشا مصر، اوامر. بس لا مؤاخذه يا باشا، الشغل هنا غير، ومنطقتي كلها لبش وهرش وانا اضرب بيها. وانا ظابط مباحث مش مدرب باليه يا زناتي، واكيد انت سمعت عني زي ما بتقول، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا باشا.
باشا زناتي، هات لي بقى القواضي المتعلقه والمحاضر اللي ما اتعملش فيها حاجه عشان نبص عليها. اوامر يا باشا مصر. بكره الصبح ان شاء الله تكون قدام دلوقتي يا سعادتك. زناتي. اوامر يا باشا. تؤمرني بحاجه تانية يا سعادتك؟ اوامر يا باشا مصر. لولا يا زناتي صحيح. تحت امر سعادتك يا باشا. هو انت اسمك زناتي ايه؟ اسمك الثلاثي يعني؟ اسمه الثلاثي؟ لا مؤاخذه يا باشا، تطلع لي باسبور ولا ايه؟ عشان لو حبيت تسافر قريب. ممكن برضه سعادتك. زناتي السيد زينهم يا باشا. زناتي السيد زينهم ها؟ زينهم يا باشا. تمام، اتفضل. اي امر يا باشا مصر. اقفل الباب وراك. اوامر يا باشا مصر. الو يا ابو الانوار، صباح الفل. ازيك يا باشا؟ اخبارك يا باشا؟ لا عديت عليكم في التفتيش امبارح عشان اطمن عليك، ما لقيتكش. لا مفيش حاجه بسيطه كده، كنت عايزك في خدمه صغيره. لا ده امين شرطه كده اسمه زناتي السيد زينب.